وجبنه جبنه قلايه حماسه غلايه ذاك عجانه ميكروويف خلاط خبازه قدر ضغط تاليتها اندوم. لما شفت الفيديو ده ضحكت جدا وافتكرت اللي انتوا بتعملوه الايام دي. انا عارفه انك انتي كنتي مشغوله بدراستك في الجامعه، ويمكن بعضكم مشغول بالشغل دلوقتي، بس في الاخر انتي داخله على مرحله جديده في حياتك وهي تكوين اسره. يعني لازم واساسي انك تعرفي تطبخي، والحقيقه مش بس تعرفي تطبخي، لا لازم تكوني مثقفه في التغذيه. وثقافه التغذيه دي هتساعدك انك تعرفي تختاري انواع الاكل والنظام الصحي اللي انتي هتمشي عليه اسرتك. تاني حاجة، هتعرفي تطبخي أكل شهي يبسطهم وفي نفس الوقت يحافظ على صحتهم. تالت حاجة، إنك تعرفي المكملات والفيتامينات الضرورية لكل مرحلة من مراحل حياتكم. ثقافة التغذية دي هتساعدك إنك تسعدي نفسك وتسعدي أسرتك. طبعا انتي داخلة في الأول مسؤولة عن زوجك بس، ومنصحكيش تجيبي عيال أبدا غير لما توصلي انتي وزوجك لمرحلة استقرار عاطفي ونفسي وصحي. والصحة العاطفية والجسدية والنفسية مرتبطة جدا بالتغذية. لما تتجوزي هتكتشفي إن العلاقة الخاصة اللي بينكو أحد الأركان الأساسية اللي بتنمي بينكو العاطفة والارتباط ونجاح الزواج. العلاقة الخاصة دي محتاجة من زوجك مجهود بدني ولياقة. لو هو مش قادر على المجهود ده واللياقة الصح، هيبقى هو نفسيا مش مبسوط، لأن بيبقى عنده رغبة بس ما عندوش قدرة يمارس الرغبة دي. وحاجة أساسية لازم تفهميها، لما الراجل مش بيأدي كويس في علاقته الخاصة نفسيا بيتعب، بيحس بإهانة لرجولته، فبيدور على مشاكل يعملها. انتي لما بتلاقي المشاكل دي بتكرهي العلاقة الزوجية، وده بيزود الطينة بلة زي ما بيقولوا. فتخيلي ان كل الحاجات دي ممكن نتلافاها لو احنا اهتمينا بتغذيتنا علشان نحسن لياقتنا وصحتنا. انا بيصعب عليا الراجل لما الاقيه بعد كام شهر من جوازه بقى ليه كرش وتخن جدا. هو فاهم ان هو لازم ياكل اكتر علشان يرفع كفاءة جسمه ولياقته، بس هي مش بالاكل الاكتر، هي بالاكل الصح. لازم تكوني مثقفة وتعرفي هتأكليه ايه. الزوجة دايما في أول حياتها الزوجية بتدور على حاجة سهلة تعملها، فبتبدأ كرسي المكرونة والفراخ البانيه، طبعا أكل سيء جدا. أو بتبقوا كمان لسه في شهر العسل وبداية جوازكم بتاكلوا من بره كتير، تطلبوا فراخ شاورما حواوشي بيتزا مياه غازية واديها بقى عشان ننبسط. الكلام ده بيضيع ناس وهي مش حاسة ان هي ضايعة بسبب سوء التغذية وقلة الحركة، بس شوية هتلاقوا روحكم واقعين صحيا، كرش وأحجام وأجسام على الفاضي. وخلي بالك إن الكرش عند الراجل بيزود هرمون الاستروجين اللي بيأثر على هرمون الذكورة، وبيبقى فيه دايرة كده هو دخل فيها مش سهل يخرج منها. هو بيحس بمشاكل التغذية اللي مش سليمة في العلاقة الزوجية، وانتي بتحسي بمشاكل التغذية دي في أول مراحل الحمل. بيبقى مفيكيش نفس ولا صحة. قلة الصحة دي بتأثر على نفسيتك وسلوكياتك، وبتخليكي مش قادرة تتحملي مسؤولياتك الجديدة. البيبي كمان مفروض ان هو ياخد منك كل المعادن والفيتامينات، يعني البيبي بيبني جسمه من جسمك، فلو انتي جسمك مش مبني كويس البيبي نفسه هيطلع ضعيف، فبقت الأم ضعيفة والبيبي ضعيف. طيب علشان نتلافى كل الأخطاء دي يبقى مفروض ان احنا يكون عندنا ثقافة في التغذية، ونبقى عارفين نختار ايه. حتى لو احنا هنطلب الأكل من بره يبقى برضو نختار أكل صح. يعني مهم تبقي فاهمة طريقة التغذية اللي انتي عايزة تمشي عليها انتي وجوزك. مفروض انك انتي في فترة الخطوبة تتمرني على الاكل اللي بيحبه جوزك، يعني انتي تسأليه هو بيحب ايه لو هو ماشي على نظام معين، او انتي اختاري له النظام اللي بيتناسب مع الاكل اللي هو بيحبه، وتعرفي تطبخيه بطريقة شهية. ولو هو مش مهتم بأي نظام غذائي وعلى الله حكايته، مش هيخش كده على طول يدور على نظام صحي. الأول لازم تبدأي معاه بنسبة 50%، وبعدين بتزوديها لنسبة 60، وبعدين 70، وبعدين 80. شوية شوية أدخل الحاجات المفيدة وأسحب الحاجات اللي مش مفيدة، مش مرة واحدة كده، ودي بتاخد وقت شوية. طبعا الرياضة برضو أساسية، إنك لازم تشجعيه يروح النادي مرتين في الأسبوع، أو يمشي أو يلعب مع أصحابه أي لعبة هو بيحبها أو بيمارسها، ده في مصلحتك 100%. ولازم تعرفي إنك لو شجعتيه على الأكل الصح والرياضة هيتشجع، ومش معناها إنك انتي تعيشي دور قبل النظر عليه، كل ده وما تاكلش ده، بالذات لو هو بيحب الأكل ومتعود ياكل براحته. لازم تعمليها بذكاء، وافتكري دايما إن جزء من مسؤوليتك كزوجة إنك تعرفي تهتمي بصحة زوجك وأولادك فيما بعد، إن التغذية الصح بتأثر على الصحة الجسدية والنفسية والعاطفية.